أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء جديد ضمن سلسلة لقاءات مع رؤساء بلديات جهة سوسة. احنا اليوم في ضيافة بلدية سيدي الهاني، باش نلتقيو تحديدا السيد رئيس بلدية سيدي الهاني سي محمد جليتي للحديث معه حول واقع بلدية سيدي الهاني، أهم الرؤى الاستراتيجية التي ينوي أو تنوي البلدية إنجازها للنهوض بالبلدية بصفة عامة. سي محمد، مرحبا بك. مرحبا بك سي سفيان في منطقة سيدي الهاني. تحية ليك وتحية من خلالك إلى فريق قناة صوت الساحل. مرحبا بكم. سي محمد، بارك الله فيك على قبول الاستضافة وعلى رحابة الصدر للحديث بكل صراحة حول بلدية سيدي الهاني. أولا، لو كان نعرفوا سي محمد جليتي من هو، لو كان تعرفنا بسي محمد. شكرا بكل تواضع. محمد جليتي متقاعد من المؤسسة العسكرية، خريج المدرسة العليا للاختصاصات الجوية. بشرت مهامي كعسكري وأعتز بذلك. كذلك مهندس ميكانيك طائرات. كانت لي تجارب كبيرة في جيش الطيران. قمت بتربصات في أمريكا، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، كما عملت ضمن كملحق مع وحدة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالكونغو الديمقراطية. بعد خروجنا من المؤسسة العسكرية ارتأيت بأن أنضم في الحياة المدنية كناشط. بدينا برئيس مكتب لحركة نداء تونس، كذلك أمين مال للتعاونية الفلاحية الاتحاد، كذلك رئيس جمعية تونسية للتنمية والتشغيل فرع سيدي الهاني، وحاليا كاتب عام جهوي لنداء تونس بسوسة. سي محمد، علاش تقدمت وترشحت لترأس بلدية سيدي الهاني؟ شنو هي الدوافع؟ والله الدوافع ربما ما فيهاش سؤالات كبرى، نظرا لأن ارتأيت من الواجب أن أتقدم كمترشح لخوض الانتخابات البلدية لرئاسة بلدية سيدي الهاني، وترشحت على رئيس على قائمة نداء تونس، والحمد لله. وبالمناسبة شكرا لكل ناخبين اللي منحونا الثقة، وفازت القائمة متاعي بأغلبية مريحة جدا. كنت مدرك الواقع بلدية سيدي الهاني وكنت تتابع في الشأن البلدي بصفة عامة قبل الترشح لرئاسة البلدية؟ نعم بالفعل، وهذا من الدوافع اللي خلتني باش نترشح وباش نقوم بدوري ونقدم واجب لمنطقتي. ممتاز. لو كان نحكيه شوية تو على واقع بلدية سيدي الهاني، اللي هي بلدية حقيقة تعتبر من البلديات المهمشة تقريبا إذا كان شاطرني الراعي. كيفاش قيت البلدية؟ والله هي فرصة باش نحكيو على سيدي الهاني ككل، ومش كان على البلدية. يعني كي نحكيو على البلدية نحكيو على سيدي الهاني كل. سيدي الهاني كل. سيدي الهاني هي حسب النجم نقولوا لكوني تمثل مساحة الثلث لمساحة ولاية سوسة. سيدي الهاني تضم 14,000 نسمة. كذلك 6 عمادات، متكونة من 6 عمادات. سيدي الهاني شاسعة الأطراف وممتدة، حدودها بكندار، بالقيروان، بولاد الشامخ، كذلك بمساكن مترامية الأطراف. وموقع مهم، موقع استراتيجي حقيقة، موقع مهم، خاصة أنه هي بوابة عبور ودخول إلى منطقة الساحل. سيدي الهاني هي تتوسط ولايتين مشهورتين القيروان وسوسة، تجد تقريبا في النص. كذلك هي على ضفاف الجيبي 12، طريق الجيبي 12 اللي يربط الشمال الغربي بالساحل. ما هي أهم الظروف الصعبة اللي تمر بها بلدية سيدي الهاني إلى جانب رغم الموقع الاستراتيجي، رغم الموقع الجغرافي المتميز اللي تحظى به، ولكن كيفاش قيت البلدية بالضبط؟
خلينا نحكيو على ميزانية البلدية، موارد البلدية المالية والبشرية. والله مشاكل البلدية والصعوبات متعددة. عندنا صعوبات مالية، عندنا صعوبات. قداش ميزانية البلدية سي محمد؟ والله ميزانيتنا هي في العنوان الأول 825 ألف دينار، والعنوان الثاني 420 ألف دينار، يعني مليار و200 تقريبا، في حدود المليار و200. نعم، في حدود المليار و200. وهذا معنى مطلوب منا الكثير والكثير، وطلبات المواطنين متعددة ومن حقهم وشرعية باش يطلبوا من بلديتهم. واحنا ان شاء الله عازمين بقدرة الله السميع العليم، وان شاء الله نتمنى من الله التوفيق بان نكونوا في مستوى طلباتهم، وفي مستوى نحقوا لهم على ما نقولوش 100%، اما احنا ان شاء الله نحقوا الماكسيموم بقدرة الله. انتظارات محترمة. البلدية، الموارد البلدية، الكفاءات البلدية، المصلحة الفنية خاصة، عندك عوامل مساعدة باش نجم نقدم بالبلدية المستودع البلدي؟ لو كان تحكي لنا شوية على الواقع هذا. بلدية صحيح الموارد البشرية قليلة، ونعانيه صعوبات كبيرة ياسر من حكاية الموارد البشرية، نظرا لكون مشكلة التشغيل والتأجير، وكوني معنا مربوطين بميزانية بلدية وما نفوقوش النسبة المئوية المعينة. البلدية مطلوب منها ياسر، ومطلوب منها طلبات كبرى، ومواردنا سواء ماديين أو بشريين قليلة. إن شاء الله احنا نقولوا ناويين مش نحسنوا، ناويين مش نقوموا إن شاء الله بانتدابات في السنة المقبلة في خلال 2019 بقدرة الله، نزيدوا نعزوا قدراتنا. ايش عندك في المصلحة الفنية سي محمد؟ المصلحة الفنية اللي هي مصلحة مهمة جدا. مصلحة مهمة جدا. احنا ان شاء الله انا ما نجمش نقول ما لقيت شيء، اما كيف نحبوا ننسقوه مع بعضهم حسب الطلبات، نسمى ناقص ياسر، وما عندناش شكون يفي بالحاجة في المصلحة الفنية، نظرا ربما لعدم الاختصاص. وعندنا ناس اللي يخدم مثال عناصر تخدم فني ونظافة وسياقة وتدخل في الكوارث، وساعات نتخصصوا فيه ربما يعاون مع الإدارة، يعني نصنعوا في المستحيل. وبالمناسبة أنا نسوق تحية تقدير واحترام لكل عملة بلدية سيد الهاني وكل موظفيها بكل صراحة، اللي ليلا نهارا رغم قلة العتاد ورغم قلة العدد الكافي وقائمين بواجبنا، وبكل صراحة إن شاء الله نوصلوا مخير. بالنسبة للمستودع البلدي، المستودع البلدي كذلك يعني شو نقول لك، بصراحة عندنا وسائل، ما نقولوش عندنا وسائل نظافة، عندنا وسائل لحمل الفضلات، جرارات. بقدرة الله عملنا مشروع متاع اقتناء شاحنة لرفع الفضلات إن شاء الله 6 متر كيب، إن شاء الله بقدرة الله مررناه على صندوق القروض، إن شاء الله في ظرف 2 أو 3 أشهر نتحصل عليها، وإن شاء الله تفضلنا مشاكلنا. احنا ماشيين بقدرة الله إلى الأمام بدون تراجع، كلفنا ذلك ما كلفنا، وبقدرة الله مش نوصلوا بلديتنا إلى مراتب إن شاء الله تشكر. مهم برشا التفاؤل سيد الرئيس، ولكن لو كان تعطينا المرتكزات نتاعك لتحسين أو تحقيق هذه الرؤية التفاؤلية، شنو هو برنامجكم لتخطي كل هذه الظروف الصعبة اللي تمر بها البلدية؟ احنا ركزنا على تحقيق كونه بالنسبة للجباية وبالظروف، في ظروف تكون عادلة. هنا تعرف انت الوضع الاجتماعي متاع سيد الهاني ماهوش تملص او عدم وطنية، لا، اما نظرا للاحتياجات والظروف الاجتماعية ومتطلبات الحياة ربما يغضوا في النظر
على الإيفاء بالخلاص المعلومات وبالواجبات نتاعهم. سي سفيان، احنا ما نكذبش عليك، منذ تولي المجلس هذايا ركزنا على أن نطبق القانون على كل المواطنين بنفس العدالة. كذلك من له حق فليأخذه ومن له واجب فليؤديه. كيفاش أكثر تفاصيل؟ أكثر تفاصيل هو خلي الرأي العام يفهم. تفاصيلنا هي كون كيفاش تطبقوا في القانون بالعدل. هات نكثر ندخلوا في التفاصيل، مثلا على البناء الفوضوي، على القرارات الهدم، تطبيق قرارات الهدم، الانتصاب الفوضوي فيما يخص الباعة، فيما يتعلق بكل ما هو تجاوزات، مخالفات، السطو على الملك العمومي إلى آخره. ماذا فعلتم في هذا الباب؟ احنا سي سفيان دخلنا على ربما وضع تراكمات بارك الله فيك، وحمل ثقيل. ايوه. والمواطن يعني تحسه وقع شويه بالتسيب، وفقدت نجم نقولوا في ظروف فاتت نوعا ما الدوله فقدت الهيبه. لكن احنا بقدره الله السميع العليم كذلك معنا معملين على مواطنين وعلى تفهمهم وعلى رحابة صدورهم. قانوننا في تطبيقه البناء الفوضوي مشينا في خطوة كبيرة. حددنا بقدرة الله من البناء الفوضوي، طبقنا القانون. لقيتوا استجابة من المواطنين؟ لقينا استجابة. لا لقينا استجابة وتفهموا، ووعيناهم وحسسناهم وفهمناهم ما هي نتائج البناء الفوضوي، سواء من ناحية كوارث، سواء من ناحية تشكيات من المواطنين، شنو اللي يتأتى على البناء الفوضوي. وعيناهم على كونهم يقوموا برخصهم، نسهلوا لهم الإجراءات. كذلك الحرس البلدي قائم بدوره على أحسن ما يرام. نقول لك معنا ماشيين في الخطوه هذه كبيره ياسر. منسجمين مع شرطه البلديه؟ منسجمين، لا ما بدون مشاكل. الحمد لله. هما فاهمين دورهم واحنا فاهمين دورنا، هما فاهمين واجبهم واحنا فاهمين واجبنا. تنظيم المدينه لم ننطلق بعد سي سفيان، نظرا لكون عندنا العائق هو تثنيه الجي بي 12، تثنيه الطريق الرابطه بين القيروان وسوسه، نتيجة للأشغال ونتيجة لتراكمات فواضل البناء وتدخلات حينية وسريعة وفي الليل وفي النهار. ربما كبلت لنا يدينا من ناحية التدخل الفوري والنظافة في منطقة سيد الهاني. بقدرة الله إن شاء الله ماشيين في مشروع معنا في تحسين المدينة وتهذيب مدينة سيد الهاني. كيفاش؟ عنا بقدرة الله من مشاريعنا هي كونه تهذيب ساحات خضراء، تهذيب بالإنارة العمومية، إحداث ساحة تكون بها شلالة مياه وأضواء، وربما مش نعملوا فيها رغم بعض الأرجوحات للأطفال في فضاء للعائلات إن شاء الله في القريب العاجل. ورصدنا لها ميزانية لتحسينها وتهذيبها وإعدادها. كذلك قمنا بواجبنا من ناحية الحاويات في المنطقة في سيد الهاني، عممنا جميع الحاويات على كل الأماكن وعلى كل التجمعات. فريق النظافة يعمل ليل نهارا، وفي بعض الأحيان تطلب التدخل أثناء في العطل وأثناء الأعياد الرسمية. كذلك بالنسبة مثال في عيد الفطر قمنا بتدعيم الحملات في الليل ويوم العيد نظرا للفضلات اللي تقع من نتيجة الأضحية. دونك قمنا والحق والحمد لله ونجحنا في الموضوع، وشفنا معنا شكر من المواطنين وباركوا الفكرة. هذا تدخلاتنا في نطاق نقصد المدينة لهنا. نرجع لكلمة هو كونه كما حكيتك سي سفيان، إن شاء الله ننتظروا نهاية الأشغال متاع الجي بي 12 وباش ندخلوا بصفة جدية. عندنا في برنامجنا مش
نتفاهموا ونتعاقدوا مع شركات للنظافة وتقوم يعني بدورها على أحسن ما يرام، وهكاك نراو مدينة جميلة ونظيفة وتحافظ على رونق سيدي الهاني، وتكون بالحق بوابة كي تعبرها الناس وتعبرها الضيوف. معنا تبارك العملية وتبارك الفكرة. إنجاز الطريق هذا مش يزيد رونق كبير برشا للمدينة سيدي الهاني، ومش يزيدها أهمية استراتيجية وحركية قوية برشا. كيفاش باش تستثمروا الطريق هذا يا سي محمد؟ والله بالنسبة للطريق هو إنجاز يذكر فيشكر، وانتظرناه من زمان طويل، على خاطر الطريق الأولى ذي اللي كانت يسميوها طريق الموت، وتعددت الكوارث وتعددت الحوادث، وفقدت سيدي الهاني عديد من أبنائها. الحمد لله إن شاء الله الطريق هذا مش يحل برشا مشاكل. لكن لكل حاجة عندها الحسنات وعندها المساوي. حسناته صحيح مش يدور الدورة الاقتصادية، مش يكون فيه تهيئة وسط المدينة تعطي رونق للمدينة بالأرصفة بالإنارة بالأشجار بمداخل سيد الهاني. إن شاء الله ناويين زاد كذلك في برنامجنا بقدرة الله السميع العليم سنقوم بكون بتهيئة مدخلين، مدخل ومخرج لسيد الهاني في الدخول وفي الخروج من الجهتين، نصب ربما يحمل شعار سيدي الهاني. يعني كثير من الإنجازات. ما هي المساوئ؟ قلت هناك مساوئ. المساوئ ربما إن شاء الله احنا ما نسبقوش الأحداث. الطريق هي شبه سريعة، ونظرا لضيق الطريق وقرب المحلات اللي هي أحدثت قبل الطريق، ومراعاة لوضعية التجار ووضعية المواطنين ووضعية ربما تشكل خطورة لكن وقع ربما مراعاة لهم في عملية الهدم أو توسيع الطريق، ربما مش تقع فيه هدم متاجر أو مساكن. راو من الصالح باش يبقى الطريق معنا تحافظ البنية التحتية والبنية متاع المتساكنين كما هي ونتحملوا الضيق ذاك. وإن شاء الله ربما معنا مستعملي الطريق يكونوا في درجة من الوعي. هذا اللي نخافوا منه ربما في حوادث، أو بالنسبة لخاطر موجودة مدرسة وموجودة صيدليات حركية. إن شاء الله احنا نقولوا نتوسموا خير ونشوفوا ونسبقوا الخير، وبقدرة الله إن شاء الله تتضافر جهودنا سواء كبلدية وأمن ومواطنين بالإرشاد بمخافضة السرعة بتحسيس خاصة. محمد اسمعنا، والحقيقة أهم الإصلاحات اللي قمت بها على مستوى البلدية ما هي؟ أو ما هي أهم الإصلاحات اللي قمت بها في البلدية سيدي الهاني؟ خاصة اللي سمعنا الحقيقة خذات صدى كبير برشا، القرارات اللي خذيتها مع بعض الموظفين وكانت قرارات صارمة وخذت صدى كبير برشا على شبكة التواصل الاجتماعي، وكان تحكي لنا رؤيتك الإصلاحية على مستوى الموارد البشرية الحقيقة، واللي هي نموذج يحتذى به، وكان تحكي لنا أكثر تفاصيل في الموضوع هذا. والله بحكم أني كما كنت حكيت لك أنا في السابق وقدمت لك نفسي، أنا سليل أو خريج المؤسسة العسكرية، والحمد لله كان لي شعار ديما نعرفه وتعلمناه وقريناه، هو الصدق في القول والإخلاص في العمل. كذلك شعارنا كونه حفظناه قبل نقولوا سود وقائعنا بيض صنائعنا. أنا خذيت وعد على روحي وكونه وقسمت نهار اللي تسلمت مقاليد المجلس البلدي رفقة الأخيان اللي معايا، وبالمناسبة نحييهم ونوجه لهم تحية لكل أعضاء مجلس البلدي بلدية سيدي الهاني. خذيت وعد أني كوني أعطي لكل ذي حق حقه في نطاق ما يسمح به القانون وما يسمح به تعاليم ربنا العزيز الكريم. قررنا على الإصلاحات. قررت باش أنا كوني ربما العمال نعاونهم، نرفع لهم مورالهم،
نعم نقوم بالإحاطة الاجتماعية لكل عمالنا وموظفي بلديتنا خاطر يقدموا في واجبهم. نعم. والحوافز الممكنة، تمكينهم من الحوافز الممكنة، تمكينهم من الحوافز بالضبط ممكنة، تمكينهم في حقوقهم من ناحية الترقيات، من يستحق الترقية فليأخذها. كذلك في العمل بالنسبة لراحاتهم الأسبوعية، كذلك الإحاطة بعائلاتهم وأبنائهم في قدر الإمكان وفي قدر الإمكان البلدية، خاطر ما تنجمش تخدم مع إنسان أو تطلب منه حوايج وتكون هو في ظروفه الاجتماعية أو عائلته أو مهما يكون ومهما تكون الواجب ومهما يكون الوطنية اللي فيه، كونه ديما تبقى الميول إلى عائلته إذا كان ماهوش راكب. دخلنا احنا البلدية، أنا بكل صراحة وتحية كذلك للناس اللي سبقونا للسلف اللي فاتنا، ما نشكوش فيهم أو في نزاهتهم. أنا وقت تسلمت البلدية تسلمت كوني سأقوم بجميع الإجراءات الردعية بالنسبة للمخالفين، لكل من يخالف ومن ثبت أنه متلبس بفساد أو حاجة. كذلك شفت تجاوزات، ريت من الصالح الوطني ومحافظة على بلديتي وعلى منطقتي وعلى جهة سيد الهاني كونه باش نحلوه ملف وحليناه ولقينا فيه عمليات متعددة. يعني هناك فساد ثابت بالحجة والدليل وبالبراهين، وأحيل الأمر على القضاء بالضبط. خذيت الإجراء الإداري اللي يسمح لي به القانون في نطاق صلاحياتي، هو إيقاف المشتبه فيهم عن العمل، إيقاف صرف. قداش من موظف؟ حاليا 2 زوز موظفين. إيقاف صرف مرتباتهم، وأحلنا العملية على القضاء، والقضاء يعني محل نظر القضاء الآن يعني. حاليا محل أنظار القضاء، واللي راه القضاء صالح يقوم به، واحنا ضميرنا مرتاح بقدرة الله السميع العليم إن شاء الله، وما ظلمنا وما نظلم حد، ولكوني ضميري مرتاح وما نجمش نراه حاجة وما نقومش بها كما وعدت به في وعودي الانتخابية، وعدت به مواطنين. ومش تواصل في النهج الإصلاحي هذا؟ بقدرة الله السميع العليم سأواصل، كلفني ذلك ما كلفني بقدرة الله. مانيش متراجع في مقاومة الفساد، في مقاومة التسيب، في مقاومة ظلم الناس إن شاء الله. بقدرة الله ما نخليوش شكون يتظلم، ما نخليوش شكون يتعدوا على حقوقه، ما نخليوش متاع الناس ما ناخذوشه، ومتاع دولتنا وبلديتنا حق زاد ما نسلمش فيه. ممتاز. لو كان نحكيو توا انتم صادقتوا على النظام الداخلي نتاعكم، لو كان تحكي لنا شويه على النظام الداخلي، ما مدى انفتاح النظام الداخلي على المجتمع الخارجي او المجتمع المدني؟ والله صدقنا عن النظام الداخلي، وهو كل حاجه لابد كما كنا نحكوا، وبالضبط سامحني في الكلمه، جامي فير لومليت سون كاسي لي زو. دونك ما تنجم صحيح لابد نظام داخلي فيه ربما بعض النقاط اللي ما هيش واضحه، او بعض النقاط اللي هي ربما ماذا بها الإدارة البلدية والمجلس البلدي راه مش فيه، كذلك المواطن ماذا به راه ماهوش موجودين فيه. احنا صدقنا، وكذلك حسب ما نعرف وحسب ما شفنا وحسب ما عملنا جلسات تكوينية مع وزارة الشؤون المحلية في تونس وفي سوسة، وخذينا نصايح من برشا مسؤولين يقول لك راهو من صلوحياتك النظام الداخلي تنجم تراجعه وتنجم تغير فيه وتنجم تقوم بالتحوير. يعني قابل للتعديل وللنظر. قابل للتعديل وللنظر. التجربة سي سفيان، احنا الحكم المحلي هذايا هي تجربة جديدة وعقلية جديدة، والتجربة هذه صعيبة على الشقين، صعيبة على المواطن وعلى المسؤول. والتجربة حسب ما قرينا ومارينا ومحدي الناس اللي أصحاب الشأن واللي يقول لك راهي التجربة هذه ستحقق نتائجها بالملموس، ونتائجها هو ربما بعد 27 سنة.
ولذا احنا المجالس البلديه المنتخبه اللي وقع انتخابها 2018، انا نقول لهم ساعات مع زملائي، نقول لهم احنا عباره توا في التجربه. كان نجحت الناس اللي ورانا وبنينا كان ما نجحناش باش ناكلوا العصا وحدنا. احنا تو في تجربه، الربح للناس الكل والخساره لنا احنا وحدنا. احنا نقولوا ان شاء الله ما فماش خساره، وان شاء الله ماشيين للربح، وان شاء الله كما حكيت سي سفيان انت عقليه. احنا قاعدين نحسوا في المواطن ماهوش فاهمها. المواطن تو ولا فاهم بلديه، اعطيني جيب لي هاني كل ولد بلديه، خاصه سي سفيان في ظل فك الارتباط هذايا. بلديه شاسعه، انا شخصيا عندي مناطق بعيده على مقر البلديه 20 كيلومتر. نعطيك منطقه النواجي 20 كيلومتر اللي هي تحد بكوندار، نعطيك منطقه ولاد المرابط، ولاد بالليل، هذوما منطقه معنا حدود القلعه. عندي مناطق تحد بولاد الشامخ في زردوب، عندي معنا اماكن شاسعه. بين كذلك تشتت المواطنين مجموعات سكنيه بالضبط. والناس كل طالبه يا خويا هاكني وليت الكل، اني وليت بلديه. هي صبخه الكلبيه تو حاليا كوني مرجع نظر بلديه وصبخه سيد الهاني. يعني الطلبات ياسر، كلها تحب الطرقات، كلها تحب الضوء، كلها تحب الحاويات، كلها تحب تقوم لها انت بالواجب برفع الفضلات. كذلك الناس كل هذوما دخلوا في المنظومه نتاع البناء بالرخص بالتراخيص. كوني كما سالتني انت مبكر على البناء الفوضوي، اصبحت مناطق بلديه بالضبط. احنا توا سي محمد المنطقه البلديه قداش نضفت لها من عماده؟ نضافوا لي توا حاليا. كانت قبل مرجع نظر البلديه 3 عمادات اللي هما سيدي الهاني المركزيه، ولاد علي بالهاني، وولاد عمر. توا قداش نزادوا؟ توا ماش نزادوا، زادتني سيدي الهاني كامله. كل مساحه سيدي الهاني كامله ما تقدر ب 34 تقريبا 1000 كيلومتر مربع. هذوما كلهم مرجع نظر البلديه. وهاني شرحت لك انا تو زادوني النواجي، ولاد المرابط، ولاد بالليل، العزيب، الشراشير، ولاد الخشين، ولاد الصغير، ولاد عبد الله، ولاد ابراهيم، ولاد علوان. يعني هذوما انا تو حدودي برسك معمل ستيب، معمل العجل. من هكا نحد بولاد الشامخ، من هكا نحد بالغابات، من هكا نحد بالبشاشمه. يعني كيفاش باش تعمل السيد الرئيس باش نجم تستجيب لانتظارات الناس هذوما واللي هما يطالبوا بحقوقهم الحقيقه؟ صحيح وهو كذلك. مش يطالبوا بحاجه يعني اضافيه، مش يطالبوا بحق. احنا والله حقه في النظافه، حقه في التعبيد، حقه في التنوير، حق مشروع، في الماء الصالح للشراب خاصه. حق والله. بالنسبه لسي سفيان الماء الصالح للشراب بكل صراحه وللامانه، والإنارة، بالنسبة لإنارة التنوير المنزلي، نحكيه التنوير المنزلي والماء الصالح للشراب. الحمد لله والحمد لله. وربما نشكر اللي سبقونا من الأنظمة، ما يهمنيش فيهم شكون، أما كوني سيدي الهاني الحمد لله برسك لم يبقى لنا مواطن ما عندوش الماء الصالح بالشراب وما عندوش التنوير المنزلي. ربما الماء الصالح للشراب ما عندوش، ممكن بعيد شوية عليه كونه 500 متر أو 600 متر وعامل برقتير وحده. وهذا حق يعني دستوري لكل تونسي بأن يتمتع بالتنوير المنزلي وبالماء الصالح للشراب. الحمد لله. ما عندناش تو في سيدي الهاني شكون يشرب من المستنقعات، ما عندناش شكون يشرب من الآبار. الحمد لله ربما إنجاز، وإحنا باش نواصلوا على المنهاج هذا. أما كلامك صحيح، مثال في طالبين التنوير العمومي. جميع التجمعات السكنية كلها تحب التنوير العمومي. احنا ان شاء الله عاقدين العزم مش ننظموهم ونحاولوا نلبيوا طلبات العباد الكل باللي عنا، وناويين مش نحسنوا. ثم وعود انتخابيه اعطيناها المواطنين وناخبينا، ان شاء الله بقدره الله ماشي لها. ربما عندنا شويه عوائق، هي مثال عندنا بعض الاراضي هنا مشكلتنا الرصيد العقاري. احنا في حاجه الى رصيد عقاري. ارض دوليه كلها، ارض دوله هنا عندنا املاك الدوله. وربما هذا نداء لبعض المسؤولين، وقد رسلت وكتبت العديد من الوزارات، وكذلك السيد الوالي مشكور وبارك الله فيه بالمناسبه نوجه له تحيه، قاعد يتعاطف مع السيد الهاني وقاعد معنا اذانه صاغيه لنا ولبينا في برشا طلبات وبارك الله فيه مشكور. عندي مشكلة فك الارتباط، فك طلب حكاية 40 إكتار كمدخر عقاري
لبلدية سيدي الهاني ماذا بينا يطلبون التسريع فيه. الرصيد العقاري للرصيد العقاري 40 هكتار. خاطر سيدي الهاني في حاجة إلى قبالة مالية، في حاجة إلى كلام، في حاجة إلى فرع كهرباء وغاز، في حاجة إلى فرع للتشغيل، في حاجة إلى محطة نقل. سيدي الهاني يعني مرافق منعدمة بتاتا وضرورية. يقول القائل سيدي الهاني معتمدية وبلدية، يطلع معنا باش يجيب توصيل بطاقة تعريف يهبط المساكن يخسر 5000 أكثر من التوصيل. هنا نداء من خلالكم بالله سي سفيان، ماذا بينا التسريع في الموضوع هذايا للإدارات، كذلك يرجعون لنا نحبوا شباك موحد وعدونا به ولكن التو ما تمش الإنجاز. ماذا بينا خاصة حاجتنا في حاجة إلى مكتبة عمومية، في حاجة إلى نادي طفولة يكون يلم البراعم، كذلك عندنا مشكلة في المستوصف، عندنا مشكلة في مستشفى محلي والوعود تلقيناها من طويل وطويل. مع احترامي للسادة النواب، تجي برشا نواب في أثناء الحملة الانتخابية يعطيك الوعود يفرقهم وبعد لا حياة لمن تنادي، نبقوا يعني هما في بار روحنا في بار. منطقة سيدي الهادي منطقة مهمشة يعني بشكل واضح وصريح. بشكل يعني كان مرافق أساسية وضرورية اللي هي الصحة صحيح والشباب يعني والتشغيل موضوعين اللي تشغيل الناس، يعني أصحاب المصانع يهمشوا في شباب المنطقة صحيح. وهذا مش تحكي لنا فيه محمد يعني الأسباب وشنو أنتم عملتوا باش تقنعوا أصحاب المؤسسات باش يشغلوا أولاد المنطقة. يعني منطقة مهمشة تهميش صارخ. أنا والله في برنامجي إن شاء الله بقدرة الله غير وتات المشاكل وكثرة كوني مش نحب نعمل اجتماع مع جميع رجال الأعمال الموجودين ضمن المنتصبين في سيدي الهاني ونحب نتداول الموضوع هذا. الإشكالية كما كنا نحكوا تشكيات من شبابنا وشباب سيدي الهاني الذي هو معنا متخرج ويحق له العمل وحقه العمل، وكذلك في المؤسسات المنتصبة بسيدي الهاني. إشكالية كبرى يجي منتصب مع احترامي لكل الجهات ومع احترامي لكل الأماكن، تونس وحدة سواء من القصرين أو بوزيد أو القيروان أو زغوان أو بنزرت، أما ما فيها باس كي راعينا مشاكلنا ويشغل يجيك منتصب لك من مكان معين من اكزامبل من بزرت ويزيد يجيب لك ناس من بزرت. انا ما قلتلوش شغل لي المهندس وشغل يا خويا، شغل لي الاخرى اليد العامله. اليد العامله راهي موجوده في سيدي الهاني، مش ضروري باش تجيبها لي من بزرت وتجيبها من احنا من اول حاجه الدوله تشجع باش معمل ينتصب لهنا هو حاجه يشغل لنا العباد. هذه الاشكاليه قاعدين نراعيوا فيها وما يحبوش يشغلوا ابناء سيدي الهاني. وبالمناسبه من خلالكم نوجه دعوه وملحه وطلب لتحسيس والمسؤولين يتدخلوا في المواضيع هذه لتشغيل ابناء سيدي الهاني. الكلمه الاخيره تفضل الرئيس، شنو الكلمه اللي تفضل تختم بها اللقاء هذا الحقيقه؟ والله الكلمه هي كلمتي الاخيره وان شاء الله ما تكونش الاخيره ولا اخره. هو كون اول دعوه لكل ابناء سيدي الهاني هو التضامن، هو الالتفاف حول بلديتهم بقطع النظر على الميولات الحزبية، بقطع النظر. المجلس البلدي هو مجلس بلدية سيدي الهاني وليس مجلس حزب معين. أنا شخصيا ترشحت على قائمة حزبية ولكن أصرح للملاء وأقولها مصلحة سيدي الهاني قبل مصلحة الحزب اللي ترشحت عليه. هناك انسجام في أعضاء بين مستشاري المجلس البلدي؟ الحمد لله كلنا أبناء سيدي الهاني. احنا الأعضاء المجلس البلدي هو متكون من أعضاء مترشحين على حزبين. بكل صراحة تحدثنا الحديث هذايا قلنا نلقي بالجميع الأحزاب الجبة الحزبية تبقى البرة من دروج البلدية. مكتبي محلول للناس كل، للمواطنين الكل، مرحبا بهم بدون تمييز أو ميز. أنا عاقد العزم على كوني مش نخدم بلدية سيدي الهاني، كلفني ذلك ما كلفني بقدرة الله مش نخدمه، ويدي مفتوحة للناس كل ومرحبا بهم للمواطنين وكل من له اقتراح، ومرحبا بالمجتمع المدني وسابقا اجتمعت معهم. كذلك لنا مجتمع مدني متفاهم ومثقف وبكل صراحة وفيه الوطنية، ومن خلالكم نوجه لهم التحية ونقول لهم البلدية محلت لكم كما تحدثنا وكما اجتمعنا، مرحبا بكم، اجوا واقترحوا وقولوا اللي تحبوا انتم، وانا مستعد باش نتلقى جميع النقد وخيركم من اهدى الي عيوبي. نشكروك برشا سي محمد على الحوار الصريح الحقيقة، ونشكروك على رحابة الصدر بتاعك
ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مسيرتك رئاسة بلدية سيدي الهاني. شكرا سي سفيان، بارك الله فيك. نجدد شكري لقناة صوت الساحل. مرحبا بكم، وسيدي الهاني مفتوح لكم، وكثفوا من زياراتكم لينا، واقفوا معنا وبلغوا صوتنا. مرحبا بك. السلام عليكم، مرحبا بكم في سيدي الهاني. لو كان تعطينا انتظاراتك من مجلس البلدي الجديد وواقع سيدي الهاني كيفاش تراه انت توا؟ والله بالنسبه للمجلس البلدي الجديد مازال كيتنصب، فهمتش ولا تنصيب على عندكم فكره انتم اللي الحكايه كل ما عندها حتى شهرين. بصراحه فيه كفاءات وناس ان شاء الله متوسمين فيهم الخير معنا ما نقولوا، لكن الى حد الان معناتهم ما نجموا لا نلوموهم لا نحاسبوهم، مازالوا في البدايه نتاعهم. ان شاء الله الطريق مفتوح قدامهم، ان شاء الله يجيبوا لنا حاجه باهيه للبلاد ويخدموا البلاد. هذا اللي منتظرينه من عند المجلس البلدي ومن رئيس البلديه. سيرتو رئيس البلديه معناته انسان كفؤ، فهمتش ولا، والاطارات اللي معاه كفؤ زاده، وخاصه السيد سفيان بوحولي عندنا هذايا انسان كاهيه نتاع تجهيز، زاد حاجه مهمه في سيدي الهاني اللي ينور لنا وجوهنا، وان شاء الله يخدم حاجه باهيه سيرتو في البنيه التحتيه. بقى بالنسبه لسيدي الهاني اذا كان نحكوا على وضعيه سيدي الهاني موضوع اخر اخويا. بالنسبه لسيدي الهاني وضعيتها ما زالت منطقه هي تندرج ضمن ولايه سوسه وتتبع ولايه سوسه وتحسب على الساحل، على شريط الساحل وعلى الساحل، لكن لا علاقه بهذا، ما عندهاش حتى علاقه. بصراحه منطقه مهمشه ينقصها جميع المرافق اللي تصورهم انت معناته للعايش، معناته اللي تصور في بالك. مثلا استعجالي ما عندناش، سبيطار ما ثماش، مركز ولاده نتاع نساء ما ثماش، معتمديه مهمشه، الفقر، اش ما نحكي لك، معناته ما بنيه تحتيه ناقصه، معناته ابرك هاو الوقت الحاضر يمكن الكياس هذا يمكن مش يحسن البنيه التحتيه، خاطر حاله كارثيه عندنا في سيدي الهاني. وقت اللي تصب الامطار تجي تعمل طلع هنا تشوف الماء وتشوف الحاله. السنه البعوض ابسط حاجه، البعوض خذا فينا باي، معناته ما نحكي لكش، والامراض المتناقله عن طريق البعوض سواء الحيوان او الانسان، فهمتش الانواع الكل توجدت عندنا السنه. الحاجة الوحيدة اللي مأملين في ربي سبحانه وتعالى ومأملين في المجلس البلدي اللي فيه ناس سويك كفء متوسمين فيهم الخير، وإن شاء الله الظروف تساعدهم، وان شاء الله البلاد تتحرك شويه. خاطر بصراحه ما تنجمش تطلب حاجه كبيره من مجلس بلدي، مثلا ما ثماش رصيد مالي، ما ثماش فلوس، ما ثماش دعم، ما ثماش كذا، ما تطلبش منه لا مرابوار كما يقول المثل الفرنسي، فهمتوا ولا؟ هم ربي يعينهم واحنا هنا معاهم، وان شاء الله ننتظروا ان شاء الله تونس الكل تتبدل، ان شاء الله تونس كامله تتحرك وتتبدل، وكتتحرك تونس تتبدل ودوره اقتصاديه تولي باهيه وكذا. انا نتاكد اللي سيدي الهاني باذن الله تتحسن. الحاجه الوحيده اللي نطلب من المسؤولين وخاصة من الوالي، خاصة من سيد الوالي وأعضاء مجلس الشعب المحسوبين على ولاية سوسة، بصراحة نحب اسم سيدي الهاني يتذكر، لأنه هي الباتنوار نتاعهم سيدي الهاني وكون دار، تحبوا لا تكره في ولاية سوسة هم نقطة سوداء، سيدي الهاني وكون دار، وسيدي الهاني أكثر من كون دار. الوقت الحاضر كون دار تحسنت، أما سيدي الهاني بصراحة كارثيه كارثيه. كيما نبقى نعدد لك اش ناقصه سيدي الهاني، والله العظيم تولي تقول لي بالك مثلا كيفاش هذا ما ناقص، وفكتيف ما ناقص سيدي الهاني، ناقص على جميع الاصعده، على جميع الاصعده، جميع الاصعده اللي تصورهم في بالك، صحه، رياضه، تمويل معناته للشباب هنا، المشاريع الصغرى. تصور ملاحظه صغيره هذه، بنكه باش تمول المشاريع الصغرى ما ثماش في سيدي الهاني. صحيح كانت عندنا البنك التضامن هذيك وقع فيها اشكاليه وكذا، لكن اللي نعرفه تويك ثم يمكن 3 ولا 4 انواع نتاع بنوك تمويل المشاريع الصغرى. شباب قاعد برا، اعمل دوره في القهاوي خويا برا، شوف الشباب كيفاش قاعد، شباب متخرج كفؤ ومتخرج، لكن ما ثم حتى شيء خويا. الله يبارك، بارك الله فيك. السلام عليكم وربي يعينكم. والله سيدي الهاني حاله يتعب. كيفاش؟ برشا حوايج ناقصين في سيدي الهاني. لو كان تعدلنا نقايص، خدمه ما فماش، سبيطار ما فماش، يدي ريت سيدي الهاني اللي ترى فيهم هني في القهاوي ذاك يوم كلهم بطل،
وشكون اللي يخدموا في المنطقه الصناعيه تلقاهم براينين. علاش ما يخدموش ولاد سيدي الهاني؟ هذيك الضربه فينا، هذيك ما فهمناهاش احنا. علاش يخدموا في البراينيه وجماعه سيدي الهاني ما تخدمش؟ هذه الحاجه اللي وتمشي وتحكي معاهم يقول لك تو رجع لي تو نخدموك وما فما شيء. تعبه ياسر. اخويا احنا بلاد معتمدين سيدي الهاني بحكم نتبعوا سوسه بالفم، ما فماش حتى حاجه معناها تشمل اللي احنا سواحل ساحليه ولا نتبعوا سوسه ولا القروان جايين في الوسط ونقطه عبور كهو معروفه بها سيدي الهاني، نقطه عبور كهو، لا فما خدمه لا فما استعجالي لا فما بنكه لا فما حتى شيء، ناقصين برشا حوايج. تعب البلاصه تعبه على الاخر. نجي نمشي المنطقه الصناعيه مش نحكي مش حاجتي بخدمه نحب نخدم يقول لك ما فماش. كيفاش ما فماش؟ منقولوا تسمع دخل 10 و15 خدام، منين دخلوا هذوم؟ خاطر المدير براني، الشيف براني، الخدامه اللي داخلاني الكل برانيين. ما نعرفش امشي لهنا في سيدلاني اكثر حاجه ماشي هي القهوي. علاش ماشي القهوي؟ خاطر بطاله ما فماش، كنا بطاله. خويا احنا نحبوا نوليو نتبعوا سوسه معناها بالواقع مش بالوهم، قولا وفعل. ما رينا حد شيء من سوسه، احنا كي نرجع نتبعوا قروان خير. خاطر خدمه نمشيو نخدموا في القروان ما فماش نقل ديجا القروان. نحبوا نولوا نخدموا في بلادنا احنا في سيدي الهاني. مسؤولين في سيدي الهاني. في سيدي الهاني نحبوا نخدموا منطقتنا شبيها، المنطقه الصناعيه مسكره، كل معامل كل سكر تكاك ماناش فاهمين. الطريق رانا متعذبين، سيرتو كي تصب المطر رانا ما عندناش نجموا نتعدوا دوار ولاد عبد الله. والله في حاله لا ترثى لها، في حاله خويا. يا عم مزيان من بذلكم يشوفوا يعملوا لنا حل في الطريق كيفاش. والطريق هذا زاد يسقدونا، راهو تعطلت المنطقه لهنا يا رسول الله. تو عندهم شهرين ولا قداش هم حابسين لهنا، ها ما تعطلين احنا خدمه هذيك القهوه نتاعنا هذيك فارماسي ما يلقاش واحد حتى باش يحبس ياخذ طرف الدواء ولا حاجه، متعطلين ياسر. تو شهرين هم في البلاصه هذه. بلاد ناقصه برشا حاجات، ناقصه تشغيل، ناقصه سبيطار، ناقصه البنيه التحتيه. هاك تشوف والاكثريه البلاد هذه تمشي بالمعارف والاكتاف، ما ثماش كفاءات. بطال من 2012 متخرج تكنيسيان سوبريور اون فينونس من 2012. بلاد نستنوا 200 يسار ربي ونخدموا. مش تخدم هنا لازمك كفاءات، عندك شكون في النهضه، عندك شكون في النداء، عندك شكون من طرف فلان. هذه ايش قاعد ساير في البلاد هذه. اذا كانوا مش يمشوا يخدموا الكفاءات البلاد تو تولي لاباس عليها. اما لا كان مش يولي سي فلان يدخل وسي فلان يدخل وسي فلان من طرف فلان، رانا ماناش باش نعملوا حتى شيء وماناش باش نقدموا. مرحبا بك. وبيك عايش خويا. تحكي لنا على مشاكلكم. والله ايش باش نقول لك، بالنسبه للمشاكل تقريبا ظاهره وكل شيء على عين المكان، فهمتني. مشاكلنا شنو؟ مثال احنا توا كمتخرجين كما نقولوا ولا كشباب اون جينيرال، ما نحكيش كان على المتخرجين، فهمتني. الناس الكل تقاسي من البطاله، الناس الكل نعانيوا من البطاله. يعني هذه اللغه اللي ما شابه البلاد كامله، فهمت شنو؟ احنا كهنا في سيدي الهاني ماذا بينا؟ علاش لا؟ على القليله شويه دعم هكا من البلديه، ابسط حكايه من البلديه خويا. احنا نحبوا مثال نكريو على الرصيف، فهمتني. على الرصيف احنا اصحاب مهن ابار، يعني الشهيد نتاعنا الكل ترى فينا كلنا متخرجين، فهمتني. وعندنا شهيد كما نقولوا معنا وكذا وكل يوم بليز دي سا. احنا مثال عندنا صنعه بين يدينا ابار الشهاده ما جابتش، ما نقعدوش حابسين، فهمتني. احنا متخرجين صافي لونطون ما لقيناش خدمه كذا، ماذا بينا يعني شويه كما نقولوا دعم كسوا من البلديه من المعتمديه هكا تغطيه هكا كذا، فهمت شو؟ اعطينا نخدموا، احنا طالبين باش نخدموا با بليس، وقادرين نكريو من البلديه ما يسالش، فهمتني. يعني ابسط المشاريع حاجه كما نقولوا احنا ارجون دي بوش، فهمتني. نكريو من البلديه بالفلوس، فهمتني. نعملوا الكشك نعملوا كذا سي جوستومون باش نخدموا. ماناش مش نحكيو مثال على مشاريع الكبرى وكذا، لا نجموها احنا ولا ينجموها هما، ونعرفوا كما نقولوا احنا وضعيه البلاد شنو. وشكرا. يعطيك الصحه. ميرسي بيان، يعطيك الصحه. مرحبا.